السلام عليكم، تحياتي للمشاهدين الكرام. كما توقعنا انه نهايه وليد الركراكي مع المنتخب الوطني المغربي، التوفيق له في المسيره التدريبيه، بالتوفيق المدرب الجديد العتيد محمد وهبي اللي فائز بكاس العالم للشبان مع المنتخب الوطني المغربي، عنده من الخبره والتجربه ما يكفي للذهاب بعيد في المونديال ديال امريكا كندا المكسيك ان شاء الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للمساعد ديالو الاول البرتغالي هو جواو ساكارمينتو، يعني عنده تجربه كبيره، كان مساعد مدرب ديال القدير مورينيو. المساعد المدرب الثاني وهو يوسف حجي، بالتوفيق ليه حتى هو لاعب كبير داز في المنتخب. بالنسبه الثالث بن حليب مازال مشاورات، وكنتمناو يعني صافي دوز هذاك الحقبه ديالو، الله يجعل البركه، يمشي يتبع صاحبه، بالتوفيق ليه حتى هو ان شاء الله الرحمن الرحيم. عطى داكشي اللي عنده، الله يجعل البركه. بالنسبه لتحليل الاداء، يعني المنتخب ديالنا راه عزل جميع الاطر والمكونين مع محمد وهبي. تحليل الاداء هو ابن ايمن مكرود المغرب، جنسيه مغربيه، واسماعيل طاوسي حتى هو مغربي. بالنسبه للمعيد البدني اسماعيل فرنانديز وهو من جنسيه اسبانيه. تحليل اداء الفيديو موسى الحبشي من المغرب، هاريسون كينغستون من بريطانيا. يعني ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يكون التحليل ديال الفيديو ويعطيو النقاط الضعف والقوه للخصم المنتخب لصالح المنتخب الوطني المغربي. كنتمنوا التوفيق لهاد الكوكبه ديال النجوم صراحه اللي غادي تشد المنتخب الوطني المغربي. هاد القياده اللي غتكون جميله، هاد القياده اللي عندها ما يكفي للذهاب بعيد في المونديال ان شاء الله المقبل، لان المونديال ما بقى له والو، شهر 6 غادي يبدا. يعني خصنا نكونوا في احسن حله، في احسن استعداد. المدرب ياخذ ليه نفس ويفكر بعميق ويستافد من الاخطاء اللي دار والد الركراكي ما يوليش يعاودهم. بالنسبه للسيد والد الركراكي صراحه خرج شي واحد الباب شويه ضيق في هذا الاخير، وكان عليك البارح في الندوه الصحفيه ملي كانوا كيقدموا وهبي من الادب والصواب، اعطي قيمه لولد بلادك، حاول تجلس واحد شويه. هو ناض زعفان ومشى مع الاسف الشديد، يعني بين السيد بحال اللي مشحون واحد شويه حتى هو. بالنسبه للندوه الصحفيه مع الاسف الشديد حنا مغاربه وعرب وكنهضروا اللغه الرسميه هي اللغه العربيه، وهو مشى لنا اللغه اجنبيه. قالك باش تفهموني مزيان، حنا راه 90% واكثر ديال الشعب المغربي لا يتقنون اللغه الفرنسيه، كان عليك تهضر باللغه ديال الام ديال بلادك. ما علينا، مهم انه الله يسخر له في المسيره ديال حتى هو ديالو التدريبيه. والسي وهبي بالتوفيق ان شاء الله الرحمن الرحيم، وهارد لك للمغرب وهارد لك الوليد الركراكي، والتوفيق للسيد فوزي القجع اللي دار خدمته حتى هو. وكنتمناو خير في المنتخب ديالنا الوطني المغربي في هذه المقابلتان اللي غيكونوا في هذا الشهر هذا اللي هو شهر 3. بالتوفيق ان شاء الله نشوفوا منتخب جديد، حله جديده، تكتيك جديد، يعني ايقاع جديد. بالتوفيق، وحنا صراحه مرتاحين لهذا القرار، يعني قرار كان في الصميم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.